يعطيكم العافية. أول شيء بدي رحب بالصديق العزيز أستاذ نعمت فريم يلي عنده أيادي بيضة على هيدا البلد وعلى أهلنا، ويلي نجح بأنه يخلق أكبر مؤسسة صناعية عم بتوظف مئات أو آلاف اللبنانيين تيبقوا ببلدهم ويقدروا يعيشوا عيالهم بكرامتهم، بالإضافة ل إدخال كم كبير من العملة الصعبة إلى لبنان عبر تصدير جزء كبير من المنتوجات اللبنانية إلى الخارج. فنحن حقيقة هالقصة هيدي قصة النجاح يلي بيمثلها نعمة فريم نحن بنفتخر فيها جدا، وبنستذكر كمان والده الأستاذ جورج فريم، الوزير جورج فريم يلي كان كمان وزير بإحدى الحكومات يلي عملت إنجازات كتير كبيرة بفترة كتير قصيرة. فنحن بنفتخر كمان بهيدي الصداقة ونتمنى له كل التوفيق للأستاذ نعمت، وتداولنا بكل الأمور اللي عم يقطع فيها البلد. واتفقنا كمان أنه يا ريت هالنهار الخميس بيخترق الرئيس بري الجمود يلي نحن موجودين فيه عبر ترك هذه الجلسة مفتوحة تكون على عدة دورات، نعمل دورة أولى ونعمل دورة ثانية ونعمل دورة ثالثة، على أنه ما حدا يطير النصاب، وعلى أنه نروح نصوت بشكل أنه ينطرح أسماء، وهيدي الأسماء نجرب نتقدم فيها بالأصوات ونترك هالعملية الديمقراطية أنه تاخد مجراها. بكل دول العالم بيحاولوا الأحزاب يتفقوا مع بعضهم على مرشح، وقتا يختلفوا بيروحوا على الانتخاب. نحن للأسف عم نفكر بالقلب، عم نروح ننتخب، وقتا ما عم يمشي الحال عم نروح نفتش كيف نتفق. هي مفترض تكون مقلوبة، مفترض بما أنه ما في إمكانية للاتفاق اليوم نروح على جلسات على دورات متتالية مثل ما بتقول المواد الدستورية، ونترك هالمجال للحياة الديمقراطية تاخد مجراها، ونقدر نقدم للبنانيين مفاجأة سارة نهار الخميس بانتخاب رئيس جمهورية. في كتير ناس مؤهلين بأنه يتولوا المسؤولية بهذا البلد. لازم نعطي الفرصة لهالبلد يرجع يوقف على إجريه، ونعطي أمل للبنانيين ونظهرهم من الكآبة اللي عايشين فيها ومن انعدام الأفق اللي نحن موجودين أمامه. يعني هيدي تمني أنه حقيقة نهار الخميس يكون في جلسة غير بقية الجلسات، ما نتحول لمهزلة ونصفي عم نكتب شو ما كان على هالوراق ونضحك العالم علينا مثل ما صار مرة الماضية اللي كانت حقيقة مغزية جدا الجلسة. فنحن بنتمنى لأستاذ نعمة التوفيق بالجولة اللي عم بيقوم فيها، ونحن رح نستمر بالتنسيق سوا بكل الخطوات المقبلة. تشرفت بزيارة العزيز الصديق رئيس حزب الكتائب النائب الشيخ سامي جميل في هذا الصرح، في هذا البيت العريق يلي شهد على كتير أحداث تاريخية من حياة وطننا العزيز. كان هذا اللقاء يلي عم قوم فيه اليوم مثل اللقاء اللي قمت فيه الأسبوع الماضي عند دكتور جعجع، واللقاءات القادمة المتتالية لنبحث أكثر وأكثر ببداية هذه السنة على شو اللي بيجمع اللبنانية، وعلى أساسها نوصل إلى هالمساحة يلي بعتبرها أنا المساحة الجامعة، يلي من انطلاقا من هذه المساحة رئيس الجمهورية الجديد وخطة عمله والسلة يلي بدنا نتفق عليها والطاقم يلي بده يخرج لبنان من هذا الوضع إلى وضع أفضل لازم نتفق عليه. هاي المساحة هيدي يلي عم نتباحث عليها وعم ننبش عليها. نحن بنعرف أنه وجع اللبناني ومستوى حياتنا اليوم في لبنان اللي عم تدنا كل يوم أكثر من يوم، ما معقول نكون متفقين وقبلانين نحن كنواب كمسؤولين. هال 128 شخص يلي على ضميرهم اليوم كل شخص عم يموت قدام مستشفى،
ما معقول نكون نحن مش متفقين أنه حياتهم كتير مهمة للبنانية. ما معقول نكون نحن مش متفقين أنه مؤسسات الدولة اللبنانية اللي عم تنهار أمام عيوننا وعم تنقرض نكون نحن مبسوطين بوضعها. ما معقول نحن نكون اليوم هال 128 نايب قبلانين أنه نكون نحن اللبنانية ما عندنا قرار بحياتنا بمستقبلنا، ناطرين شو بيتفقوا بالعالم تنتنفذ نحن بلبنان. هودي يلي من أول علامات أنه نحن مش معقول إلا ما يكون في مساحة توافق بين بعض. انطلاقا من هون أنا بعتبر في الأسابيع القادمة، في الشهر أو الشهرين القادمين، لازم نكون ظهرنا نحن وشركائنا في لبنان من كل الطوائف ومن كل الميلات شو هي هالمساحة يلي بتجمعنا بعد في هذا البلد. وانطلاقا من هون منشوف أولويات المرحلة، مهمة الرئيس القادم، ومن هو هذا الرئيس التوافقي. وأنا بعتبر أنه الوقت كتير صار مداهمنا. إذا نحن بالشهر القادم أو بالأسابيع القادمة ما وصلنا على اسم وعلى سلة، نحن في خطر وجودي على لبنان. نحن ما رح نقبل أنه هذا الجيل من النواب يكونوا عم يسلموا بلد لأولادهم وأولاد أولادهم ما بيليق فيهم. أهم شيء أنه بلدنا يليق بأولادنا وأولاد أولادنا، وهذا العمل بدنا نعمله. أنا بدي أعتبر أنه هذه الزيارة كتير مهمة، لأنه في بحث بالعمق على هالسلة اللي بتجمع ومكفيين بهالمسار. بتأمل أنه في مجلس النواب الخميس القادم، كنا حبينا أنه ما يكون في اجتماع هذا الخميس ويكون الدعوة لخميس الجاي يكون معنا وقت أكثر للبحث عن هذه المساحة، ولكن طالما صار في هذه الدعوة نتأمل أنه تضل الاجتماعات مفتوحة لنقدر نوصل لانتخاب بأسرع وقت ممكن. هذا الحديث اللي تدولنا فيه كمان مع حضرة الرئيس سامي جميل، لأنه كنا بنتمنى أنه تكون الجلسات مفتوحة. هل طرح محدد حيلته للوصول لهالمساحة اللي عم تحكي عنها؟ ما في شك أنه بلشنا نحكي بالمواضيع يلي نتوقع أنه هي ما يكون في خلافات عليها، إلها علاقة بمواضيع الساعة يلي هي مؤسسات الدولة، يلي هي إلها علاقة بالسيادة بكل معنى، بمفهوم الجامع للسيادة. كنا احنا عم نحكي بمواضيع إلها علاقة بالقرارات السريعة المطلوبة هلأ لتطوير حياة المواطن وتخفيف من وجع المواطن. نحن مطلوبين أنه نرجع نخلق النهضة الاقتصادية المالية، ومن نبلش من هون ونشوف كيف نخلقها وشو متطلباتها وكيف السياسة الخارجية اللبنانية تنطلق من الأمن القومي اللبناني فقط لا غير.